وابراهيم مسؤوليته متشاله من عند اهله من هو عنده 11 سنه وهو قاعد في نادي الزمالك. فمامته ربنا يكرمها يعني بعد بط ووز لحد ما تم 11 سنه، ومن ساعتها وابراهيم اصلا مسؤول عن نفسه، هو اللي بيدي. في بتاع دوت على التليفون يقول له ام حبيبتي ابويا ما كانش بيرضى يديني فلوس، ام حبيبتي بقت تبيع الفراخ وتديني عشان اروح التمرين. عيله ابراهيم كلها بلا استثناء واصله المستشفى الساعه 2:30. انا مكلمهم 6 الصبح قايل لهم ابنكم توفى وتعالوا لي بسرعه عشان ندفن على الظهر عشان مش عايز ادخله الثلاجه. قال له هاجي لك يا ابني اقعد معاك وشوف طلباتك ايه وبتاع. قال له لو عوزتك هتصل بيك واقول لك تعالى. هو قال لاخوه كده؟ ايوه. وهي ما قالتش لحد اصلا. ما قالتش لحد؟ لا ما قالتش لحد. اول يوم عزا عملته عند بيت مامتي، دفعت عملت عزا صوان كبير. تاني يوم عملت عزا عند بيت مامتي. كدابه كنت بتجيب اي حاجه خالص. هي ما بتحبش تصدق اصلا، ما بتحبش الا امها وابوها واخوها. هم مقيمين معاها؟ مقيمين معاها قاعدين ايوه معاها؟ في البيت. في البيت يا ماما قايمين نايمين اكلين شاربين كله من خير ابني. من خير ابنك. رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. وامه يا عيني يا عيني لا حول ولا قوه مش لاقي لقمه.